جدريات بي بي تي. قمر دين بالتفاح رح نعملكم وصفة تانية للعصير الرمضاني. مش تاكل. طيب لا بأس. وبتنزلوا عليه نص لتر مي، بسم الله، وبتشيلوه عن النار وبتتركوه يغلي لمدة 10 دقايق ربع ساعة، بعدين بتطفوا حتى يبرد. جبت تحت مثقفين. عنا كيلو ليمون. هلا ما بدك عضلات شوي. إلا تروح أصابعك أنت بالعضلات. شعور معاهم بقى. وبتعصروه عصر، ها انتبهوا. نحضر الخلاط ومثل ما عملنا بالفيديو السابق نقشر بس هيك الطبقة الخارجية مشان ما يمرمر معنا العصير، شايفين هيك، وبتضلوا بتحركوا لوقت ما يدوب. وهلا بننزل كمية الليمون كلها اللي عصرناها، نزل عليه شوية نعناع. هذا العصير فاخر رح يكون. خلت نعناع فريش. وهلا بننزل قمر دين التفاح. هسه نزل. شنو هالشعر عمي؟ صار زينة والله بابا، صار زايد مو. بسم الله. الله ضروري تصفوه. هسه نقلبه بالبطل. بسم الله. كمان حسب ما تحبوا انتو، اذا كان خفيف او سميك. التذوق. هذا غير حامض. فول. بيشبه طعم الليمون والنعناع اللي نشربه نحن بالعاده. استنى بس اشرح لهم. ما مفول. لا عفوي. يلا يا ولد باي. استنى سوري. هلا لا تدوب، قوم لو هيك. مفول.